السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كده تكونوا دايما معانا بخير وبصحة وسلام. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن 5 عادات هيغيروا حياتك 180 درجة. النهاردة جاي اقولك معا للتغيير. ان شاء الله اتبعي ال5 عادات دول، هتحسي بفرق كبير قوي معاكي في حياتك وفي صحتك وفي كل حاجة. اول حاجة الاهتمام. اول عادة معانا من ال5 عادات الاهتمام بالصحة النفسية. هتقولي لي الصحة النفسية، اقولك زي ما بنقولك اهتمي بصحتك، خلي بالك من صحتك. الصحة النفسية برضو مهمة جدا زي الصحة العامة عموما. الصحة النفسية دي لازم نهتم بيها، لان هي لو احنا ما اهتمناش بيها بتعتبر مدخل لجميع الامراض. الصحة النفسية لو تعبانة او مجهدة او مش بكامل صحتها بتعتبر مدخل لجميع الامراض. تمام؟ بمعنى ايه؟ ان لو الصحة النفسية فيها خلل او انت نفسيتك تعبانة او عندك مشاكل او نفسيتك مش متظبطة، انت بتحسي على طول بتعب، بتحسي بارهاق، بتحسي على طول بتوتر، بتحسي ان انت بتخشي في نوبات اكتئاب، بتحسي ان انت حياتك كده مش متظبطة، وبتبقيش مش عارفه انت تعبانه من ايه. تشتكي بحاجات، اعراض، وتروحي ساعات لدكاتره يقولك مفيش حاجه، مفيش تشخيص معين للحاله اللي انت فيها. بتبقى الصحه النفسيه ان انت مش مهتمه بصحتك النفسيه. زي ما قلت لك في الاول ان الصحه النفسيه لو فيها تعب او فيها خلل او انت نفسيتك مش متظبطه بتكون مدخل لجميع الامراض. لو نفسيتك مش متظبطه انت بتبقي تعبانه، حتى لو انت صحتك كويسه يعني جسمانيا، او ان انت كطب وكتشخيص اي دكتور بتروحي له مفيش حاجه، تحاليلك اشاعاتك سليمه، بس انت حاسه ان انت تعبانه، بتقومي من النوم جسمك وجعك، مصدعه، متوتره، على طول مجهده، على طول مالكيش نفس لاي حاجه. دي بتبقى اسمها الصحه النفسيه. انت صحتك النفسيه عايزه انها تتظبط. تظبطي بقى صحتك النفسيه ازاي؟ انت تبعدي عن التوتر، تبعدي عن القلق، تحاولي كده ان انت تغيري من نفسيتك، تهدي من نفسيتك. لو عندك ضغوط في شغلك، لو انت بتشتغلي، لو عندك ضغوط تحاولي ان انت تتجنبي بعض من الضغوط. خدي اجازه، خدي اجازه يوم، خدي اجازه يومين، اخرجي من اللي انت فيه، حاولي ان انت تخرجي نفسك، تهدي من نفسك. ان اللي بدنك عليك حق، والصحه النفسيه برضو ان لنفسيتك عليك حق. غيري. لو انت مثلا قمتي بتعب يعني في العمل اللي انت بتعمليه شاق او في مجهود او لازم تدي لنفسك بريك، لازم تاخدي كده تفصلي شويه عن شغلك، عن عملك. لو انت ربة منزل عادي خالص، مش بتشتغلي ولا موظفه ولا عندك شغل خاص بيكي، ربة منزل، حاولي انت تخففي على نفسك من الاعباء المنزليه. لو يوم مثلا عملتي اكل خفيف لولادك، بس تحسي ان انت تهدي من نفسك شويه، تقللي من التوتر. خدي ولادك وخرجي. حاولي انت مش لازم تخرجي خروجه تكلفي نفسك فيها قوي، لا ان شاء الله تاخديهم وتتمشي بيهم. تنزلي كده، تروحي تعملي شوبينج كده في اي مول، في اي حاجه. ان شاء الله ما تشتريش، مش لازم تشتري، انزلي اتفرجي، انزلي تمشي. حاولي انت تغيري من نفسيتك، حاولي انت تدعمي نفسك بالفيتامينز بتاعتك. تلعبي، لو انت مثلا تقدري تلعبي رياضه، لو مستطاعه ان انت تلعبي رياضه العبي. ما عندكيش استطاعه ممكن انت تنزلي كل يوم تتمشي ولو ساعه في حته قريبه جنب بيتك، تاخدي ولادك وتنزلي تتمشي، او تنزلي تجيبي اي حاجه لبيتك او تتسوقي. حاولي انت ما تركبيش عربيتك، حاولي انت تتمشي. لو ما عندكيش عربيه حاولي انت ما تركبيش مواصلات، حاولي انت تتمشي، تشمي الهواء، تشوفي خضره. التأمل، تقعدي كده تتأملي كده، تقعدي قدام مثلا بحر تتأملي، قدام زرع، قدام ورد، قدام خضرة، قدامك مشروبك المفضل. حاولي اي حاجة انت بتحبيها حاولي انت تعمليها. اتعلمي حاجة جديدة، اتعلمي لغة جديدة. لو انت بتحبي القراية اقري كتب. كل الحاجات دي هتساعدك ان انت تظبطي من نفسيتك، وتقللي من الارهاق. وحاولي انت تبسطي على نفسك الامور. يعني انت لما تلاقي نفسك مجهده ومضغوطه ومتوتره، ما تحاوليش تحطي كل حاجه فوق دماغك، لا، حاولي انت تقسمي وقتك، تقسمي يومك، تنظمي تبقى حياتك منظمه. زي ما اتكلمت قبل كده في فيديوهات قبل كده،
ان احنا كل حاجه نتعود يبقى عندنا نوت بوك صغيره كده نكتب فيها الاولويات بتاعتنا بتاعت يومنا. مش لازم كل حاجه تتعمل في وقتها، لا، كل حاجه بتيجي بالتأني وبتيجي بالصبر. يعني شوفي الاولويات، الحاجه المهمه المهم، ثم الاهم، ثم الاقل اهميه، بالترتيب الاولويات. ولو حاجه ما اتعملتش النهارده مفيش مشكله خالص لو اتعملت بكره، ما تجيش على نفسك. لان انت صحتك، لو انت صحتك كويسه وصحتك النفسيه كويسه، بيعم على اسرتك وبيعم على حياتك، وبتبقى صحة الأسرة كلها كويسة. لو انت كأم أو انت كربة منزل أو انت كعاملة أو أي حاجة، لو انت صحتك جسمانيا وصحيا ونفسيا انت كويسة، فحياتك كلها هتبقى متظبطة. تاني حاجة وتاني عادة من العادات اللي هتغير حياتك، ان انت تنامي نوم وقت كافي. النوم وقت كافي، ان احنا ننام وقت كافي على الأقل من 7 ل8 ساعات في اليوم. وتصحي بدري، والصحيان بدري، لان انت لما تنامي وقت كافي جسمك هياخد قسط من الراحه، هيخف منك التوتر، هيخفف من القلق بتاعك طول النهار، هيخفف من الاجهاد، وبالتالي هيعود على اول عاده احنا اتكلمنا فيها، على صحتك النفسيه. من ضمن برضو الحاجات اللي بتاثر على الصحه النفسيه السهر لفترات طويله، وان انت ما تناميش وقت كافي، ده بيدمر الصحه النفسيه وبيدمر الصحه عموما، وبيخليكي تاني يوم بتقومي تعبانه ومجهده ومتوتره، وبيبقوا على المدى البعيد بيسبب اكتئاب. كل ده بسبب عدم النوم الكافي لفترات كافيه. زي ما قلت لك، على الاقل من 7 ل 8 ساعات في اليوم. وان انت تحاولي ان انت تصحي بدري، انت تنامي لك من 7 ل 8 ساعات في اليوم، تحاولي تقومي بدري قبل اي حد ما موجود عندك في البيت، وخاصه لو انت عندك اولاد تحاولي كده تصحي بدري، تحضري لنفسك فطار صحي، تقعدي تشربي مشروبك المفضل. سميها كده ساعة الفصلان، ساعة الروقان، ساعة لنفسك. برضو انت نفسك ليها حق عليكي ان انت تقومي الصبح تفطري فطار كويس، تشربي مشروبك المفضل، تقعدي مع نفسك شوية كده، بالك رايق، ذهنك صافي، بحيث ان انت ترتبي يومك، ترتبي اولوياتك، ما تبقيش طول النهار مضغوطة متوترة بتحسي بالاجهاد. لا، تحسي ان انت الساعة اللي انت بتقوميها بدري او الساعة ونص او الساعتين، كل واحد على حسب هو يقدر يخصص قد ايه لنفسه. كل ده هيفرق معاكي جدا. هتلاقي نفسك يومك كده مترتب، هتلاقي فيه بركة في الوقت معاكي، بركة في يومك، هتحسي انت بتعملي حاجتك بالراحة وبتأني، مش هيبقى فيه الضغط والتوتر واللي انت يلا نخلص بسرعة علشان نلحق، يلا نخلص مش عارفة عشان ورانا مشوار، يلا خلص بسرعة عشان هروح اودي العيال التمرين، يلا عشان ما عملناش الغدا، يلا يلا يلا. كل ده بيسبب التوتر والضغط. ليه يلا؟ ليه نوتر نفسنا؟ ليه كل حاجة احنا في وقت السرعة؟ ليه نتسرع؟ كل حاجة استمتعي بكل حاجة، وتأني في كل حاجة وبالراحة. وزي ما قلتلك، خليكي في الأولويات، رتبي أولوياتك الأهم ثم الأهم ثم الأقل أهمية، بحيث ان احنا ما نضغطش على نفسنا وما نضغطش على حياتنا. وانت لما كل حاجة مثلا قبل ما تروحي اي مشوار، حاولي يعني تقومي تلبسي بدري شويه، تحضري حاجتك بدري شويه، تعملي حساب المشوار اللي انت رايحاه. لو انت هتعملي حاجه في بيتك برضو خصصي ساعه، مثلا انا هعمل هنا حاجه كذا، الساعه التانية هعمل هنا، هخلص حاجه معينه. كل ده ان انت بتنظمي، ده هيقلل منك التوتر. انت هتسرع عشان الحق، يلا عشان نلحق، يلا، كل ده الكلمه دي المعتاده في يومنا. لا، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين كل حاجه نعملها بتأني وبالراحه، عشان ميبقاش فيه توتر، ما يبقاش في ضغط نفسي علينا، ما يبقاش كل حاجة عاملينها باستعجال وتوتر، ومش بنعملها على ما يرام، لان احنا مستعجلين ومتوترين. فناخد وقتنا كده في كل حاجة، واللي هيساعدنا في كده ان احنا ننام وقت كافي ونصحى بدري عشان يبقى اليوم معانا بحاله. تالت عادة هتغير حياتنا، عمل ورد يومي للعبادة. طبعا احنا لازم الالتزام بالعبادات عموما، ان احنا طبعا الصلاة دي فرض علينا، طبعا هنصلي ال5 فروض، ولازم نعمل ونقرأ اذكار الصباح والمساء، نعمل نفسنا كده ورد يومي. اعملي، خصصي ساعة كده في يومك. احنا بصي بنقف في المطبخ بالساعات، بننظف بالساعات، بنقعد نذاكر للولاد بالساعات. مش هتخسري حاجه لما تعملي ساعه ولا ساعتين في اليوم لنفسك، اللي انت تقعدي كده اعملي ورد كده على السبحه بتاعتك، تقري كده ورد في القران، ان شاء الله صفحتين 3، تقعدي كده تقري اذكار الصباح، اذكار المساء. لازم نهتم بالعبادات شويه، زي ما بنهتم برتم حياتنا وبحياتنا وتنظيف بيتنا وباولادنا. العباده، احنا اتخلقنا عشان نعبد ربنا وعشان نعمر الارض. لازم كده نعرف ان الدنيا ساعه، فنلزمها بالطاعة، ان الدنيا دي عبارة عن رحلة
هيجي لها وقت محدد، كل واحد له وقت في الدنيا دي محدد، كأنك طالعة رحلة بالظبط. اما تيجي المحطة بتاعتك عشان تنزلي الرحلة بتاعتك هتنزلي. فلازم احنا شنطة السفر بتاعتنا اللي احنا بنعبيها دي، انت الدنيا دي عبارة عن ايه؟ عن شنطة سفر، انت بتعبي فيها ايه؟ حسناتك واعمالك وكل حاجة. فلازم احنا نبقى جاهزين لليوم ده، وجاهزين بشنطة السفر بتاعتنا، ويكون كده عندنا رصيد عند ربنا. متقنين في صلاتنا، متقنين في الورد اليومي بتاعنا، نعمل ورد على السبحة، ما نهجرش القرآن، أذكار الصباح والمساء. لازم برضو ايه؟ ركن العبادة، لأن الدنيا دي يعني مش باقية لحد. يعني إن شاء الله كده كلنا كده نعمل أعمال صالحة، كلنا كده نتقن في صلاتنا، نحب بعضنا. يعني ايه؟ الدنيا زي ما قلتلك، الدنيا ساعة فالزميها بالطاعة. يعني الموت اقرب ما يكون للعبد، فلازم ان احنا نبقى مستعدين كامل استعداد لليوم ده. زي ما احنا مثلا بنخش اي امتحان بنبقى متوترين ونفسنا ننجح ده الامتحان الكبير، الامتحان الكبير اللي هيدخلنا اعلى الجنات وهيدخلنا احسن المكان عند ربنا ان شاء الله. فلازم نهتم قوي بالعبادة بتاعتنا، ونهتم في يومنا قوي ان احنا ما نضيعش اي يوم، ان احنا ما نتقنش في عباداتنا، وما نضيعش اي يوم ما نعملش فيه ورد لنفسينا، ونهتم بالجانب العبادة شوية، لان ده اللي باقي، ده اللي دايم، ده اللي احنا اتخلقنا عشانه. رابع حاجة من العادات اللي هتغير حياتك، التغيير المستمر. ما بلاش اللي انت يبقى حياتك روتينية، غيري، اكسري الروتين شوية اللي في حياتنا، اللي في يومنا. لازم يبقى فيه تغيير في حياتنا. بمعنى ايه التغيير المستمر؟ فيما معناه ايه؟ ممكن تغيري في بيتك، تغيري في منزلك. اغير في بيتي ازاي؟ اغير في بيتي مش لازم اكلف نفسي واهد الدنيا يعني، لا. انا لو جبت فازة كده صغيرة حطيتها على ترابيزة، لو جبت مفرش صغير بسيط كده حطيته وحطيت عليه فازة ورد، لو جبت زرعاية في البلكونة بتاعتي واهتميت بيها وزقتها وزرعتها، خضرت المكان كده بقى اللون الاخضر الجميل والزرعة تكبر قدامك، ده تغيير، كسرنا الملل وكسرنا الروتين. لو نقلتي اي حاجة من مكانها، لو السفرة عندك هنا حطيتيها هنا، لو الانتريه بتاعك بدلتي مكانه، شلتي حاجة ما حطيتيها مكان، صدقيني بيغير في النفسية. شلتي سجادة حطيتي سجادة، اي حاجة في بيتك غيري، طوري، تحسي بالتغيير، تكسري الملل وتكسري الروتين اليومي. غيري في شكلك، لو تخينه شويه قللي من وزنك، لو رفيعه حاولي تتخني، غيري لون شعرك، اعملي اي حاجه جديده. غيري في ديكور بيتك، زي ما قلت لك باقل التكاليف، مش لازم تكلفي نفسك قوي، لا، ممكن باقل امكانيات وبحاجات بسيطه جدا ممكن نغير ونطور من حياتنا ونكسر الملل ونغير من الروتين بتاعنا. اخرجي، خدي ولادك واخرجي، خديهم وتمشي. مش لازم برضو زي ما قلت لك انت تكلفي نفسك او تروحي اماكن غاليه، لا، ممكن تروحي تتمشي على البحر، تتمشي على الكورنيش، تتمشي على النيل، تروحي كده تاكلي ذره مشوي، تروحي تتمشي كده تعملي شوبنج كده، تتفرجي على المحلات، تشمي الهواء النقي، تروحي تقعدي في مكان كده فيه زرع خضره. كل الكلام ده بيغير من النفسيه، وبيغير من الحياه، وبيكسر الملل، وبيغير من الروتين اللي احنا عايشين دافنين نفسنا فيه. خامس حاجة، ودي اهم حاجة من العادات اللي هتغير حياتك 180 درجة، اللي هو ايه بقى؟ اعتزل ما يؤذيك. اعتزلي اي حاجة تؤذيكي، اي حاجة تغير مودك، تتعب نفسيتك، تعصبك، توترك، تتعبك، تجهدك، اي حاجة تؤذيكي نفسيا معنويا جسديا، ابعدي عنها. بمعنى ايه؟ مكان معين انت بتروحيه بيفكرك بحاجة معينة انت مش حباها، مكان معين انت مش بتحبي تروحيه، ما تروحوش. اشخاص ما بترتاحيش معاهم، ما بترتاحيش لكلامهم، اشخاص بيؤذوكي نفسيا، بيؤذوكي معنويا، حاولي انت تتجنبيهم وتتجاهليهم، تعلمي معاهم فن التجاهل، حاولي انت اعتزليهم. لو حتى اكله معينه انت بتاكليها بتتعبك، بتعملك حموضه، ما بتحبهاش، اي حاجه بتاذيكي نفسيا او معنويا، حاولي انت بعيدي عنها. اهم حاجه راحتك النفسيه وراحتك الجسديه، ده هيعود عليكي بالنفع على صحتك وشبابك، وهيخليكي كده بكامل طاقتك وبكامل انوثتك، وهيعود على اسرتك بالخير والنفع. انت لو مهتمه بصحتك وبصحتك النفسيه زي ما اتفقنا كده في اول الفيديو، طبعا ده هيعود عليكي، هتبقى حاسه براحه وهدوء واستقرار. كل ده هيعود على اولادك وهيعود على بيتك، وان شاء الله كده كلنا مع بعض نغير حياتنا ومعا للتغيير. وان شاء الله كده نلقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.